الحضارة المصرية القديمة من أقدم الحضارات في العالم وأهمها، ودليل على كده إن كتير من الدول العالم بتدرس الحضارة المصرية القديمة في مدارسهم، وفي قطع أثرية كتير بيعرضوها في أكبر المتاحف العالمية. أنا ماهر محمد من قناة إيجيبيديا. لو بتحب المعلومات العامة والتاريخية والمناظر الطبيعية اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل أعمالنا. دعمكم لينا بيقوينا. بدأت تظهر الملامح الأولى للحضارة المصرية القديمة مع ظهور المدن الصغيرة على طول ضفاف نهر النيل والدلتا. ولتسهيل العلاقات الثقافية والتجارية بدأت الكتابة الهيروغليفية في التطور، وبدأوا المصريين القدماء في تسجيل الحوليات الملكية اللي هي القوائم الملكية، وشيدوا مقابرهم الملكية بكل من سقارة وأبيدوس. والوقت هنتكلم عن الأسرة الأولى في التاريخ المصري القديم، وأول ملوك الأسرة الأولى ومؤسسها هو الملك نارمر، وربما يكون الملك نارمر هو الملك مينا موحد القطرين حسب قائمة مانيتون. وعلماء التاريخ أطلقوا على كل من الأسرة الأولى والثانية باسم العصر الثيني، لأن ملوك كل من الأسرتين بينتموا لمدينة ثنيس في مصر العليا. وتؤرخ فترة حكم الملك نارمر تقريبا من بداية عام 3100 قبل الميلاد، والملك نارمر هو من قام ببناء مدينة منف اللي اسم معبد الإله بتاح في نفس المدينة. ومات الملك نارمر نتيجة لجرح كان حصل له أثناء الصيد. وبعد موت الملك نارمر نتكلم عن تاني ملك من ملوك الأسرة الأولى وهو الملك حور عها، وحسب قائمة أبيدوس ربما يكون هو الملك تي. وأهم أعماله إنه عمل في الطب وحارب بلاد النوبة وليبيا، وبرضه حسب قائمة أبيدوس لقبوه بأتي، ولكن حسب قائمة مانيتون لقبوه بآتوتيس، ومعنى اسمه هو المحارب. ومن أهم أعمال الملك حور عها إنه شيد معبد الإله نيث في منطقة صادن حجر، ويوجد مقبرة للملك في أبيدوس ومقبرة رمزية أخرى في سقارة. وبدأ حكم الملك حور عها عام 3050 قبل الميلاد. نيجي نتكلم عن الملك الثالث من ملوك الأسرة الأولى وهو الملك جر، وهو ثالث ملوك الأسرة الأولى، أو اسمه الملك إتي، وده حسب قائمة أبيدوس. وكان هناك علاقة تجارية قوية مع ليبيا في عهده. قام بغزو جزء كبير من أراضي سيناء والكنعان، وحارب بلاد النوبة وتوغل لحد ما وصل إلى الشلال الثاني. والكلام ده طبعا وفقا للوحة المحفورة اللي لقوها بالقرب من قلعة بوهين. وزوجته هي الملكة ميرت نيت، وكمان لقوا المقبرة بتاعته في أبيدوس. والجدير بالذكر انه دفن اكتر من 300 خادم بجوار مقبرته عشان يخدموه في العالم الآخر. كنتم مع ماهر محمد من قناة إيجيبيديا. الجزء الأول من الأسرة المصرية القديمة في تاريخ مصر القديم. نتمنى لكم مشاهدة طيبة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.